الأقطاب العرب الثلاثة جلالة الملك سعود وفخامة الرئيس شكري القواتي والسيد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعا في دار السيد الرئيس، وذلك قبل السفر العاهل السعودي عائدا إلى بلاده. وقد استغرق هذا الاجتماع الأخوي فترة من الزمن تبادل فيه الأقطاب العرب الحديث في مختلف الشؤون العربية. وقام السيد عبد الله إبراهيم الفضل السفير السعودي في مصر مأدبة عشاء بدار السفارة تكريما لجلالة الملك سعود. ودعي إلى المأدبة فخامة الرئيس شكري القواتي وأصحاب السمو الأمراء السعوديون وكبار الشخصيات السعودية والمصرية. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيف مصر العظيم إلى محطة القاهرة ليستقل القطار الخاص إلى السويس. وغصت المحطة بالمودعين يتقدمهم السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء ورجال السلك السياسي العربي وأعضاء القيادة المصرية السعودية السورية المشتركة، وصافح جلالته مستقبلين. ثم غادر محطة العاصمة مودعا بالتحية والإجلال. وبين الحفاوة وصل القطار الخاص الذي يقل الضيف العظيم إلى السويس. عزفت الموسيقى السلام الملك السعودي وأدى التحية حر الشرف من الحرس الجمهوري. ثم صاحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى الباخرة، حيث تعالت الهتافات المدوية لحياة الأقطاب العرب وحياة العروبة والوحدة العربية. وباسم مصر ودع جمال عبد الناصر العاهل العربي وداعا حارا.